انا عندي 30 سنه وخطيبتي 22 سنه. انا اول حد في حياتي، اتعرفنا على بعض صالونات عادي، ومن اول مره كان فينا قبول كبير، وفعلا خلال شهر قرينا فاتحه ولبسنا دب والدنيا ماشيه كويس جدا. المهم دلوقتي بقالنا مع بعض 3 شهور. كانت معايا بلسم وبتسمع كلامي ومريحاني جدا، وكنت خاطب قبل كده ومجهز شقتي وجايب عفشي. قالت لي حلو وزي الفل انا راضي. المهم كانت بتصحى تصحيني للشغل ومهتمه بتفاصيل يومي جدا، ومره واحده اتقلبت واتغيرت وما بقيناش فاهمين في ايه، لا انا ولا ابوها ولا امها ولا اخواتها ولا حتى اهلي. وفي نفس الفتره دي كانت بتحكي لي عن احلام كلها تعابين وحاجات بتطاردها، ودايما تصحيها من النوم، ولما بتصحى بتلاقي جسمها كله خرابيش وتصحى كل يوم مخنوق. المهم انا بصراحه ما اهتمتش، وبقيت كل شويه تقول لي مش مرتاحه وعايزه افسخ الخطوبه، وبعدين ترجع تعتذر لي وتقول لي حقك عليا وهنكمل، وانا كنت متوتره. بس بعدين بقيت اتصل بيها مترد وابعت لها مترد، وشبه اختفت من حياتي. لو ما اتصلتش انا ما تتصلش هي، وبقيت عنيده وحرفيا بتتخانق على اقل حاجه. لحد اخر مره من حوالي اسبوع رحنا نلف على القاعات عشان الفرح، واخترنا واحده فيهم وبدانا نحدد شهر الفرح وخلاص الدنيا حلوه. بس فجاه برضه اختفت وقالت لي مش هكمل، وانا بصراحه ما استحملتش وقلت لها بلغ ابوك وعمامي وهاجي اقعد معاهم واخد حاجه. بصراحه وقتها شكيت انها شايفه شوفه تانية او حد من صحابها لعب في دماغها وقال لها تفسخ مثلا. فلقيت ابوها كلمني وقال لي يا ابني دي طايره بيك ومش فاهم كانت مبسوطه بيك ازاي، سيبني اقعد معاها وهكلمها. وعدى اسبوع وما كلمنيش. كلمته عشان احدد ميعاد اروح له، قال لي انا عايز اتكلم معاك في موضوع. انا شاكك ان البت دي في حاجه اذياها عشان اللي حصل ده مش طبيعي ومش مفهوم. وكل ما حد كبير يقعد معاها يقول لها هو ضايقك في ايه، تشكر فيك وتقول لهم انا عشت معاه اجمل ايام حياتي، وتفضل تعيط وتتشن ومحدش فاهم في ايه. ونقول لها طب نفسخ الخطوبه تقول لنا انا خايفه اكمل ويصعب عليا. بس كل ما سيرتك تيجي بتعيط وتيجي تمسك في دراعي وبتخاف تدخل تنام في اوضتها. ولقيت ابوها راح معايا وقال لي انا مش عارف اعمل ايه، وعشان خاطري ما تفسخش دلوقتي واديني فرصه بس اشوف شيخ، ولو عايز تسيبها حقك يا ابني، بس استنى اليومين دول عشان نفسيتها متدمره، ولو اخدت القرار خلاص حاجتك هتوصلك كامله ومش هقدر الوم، وهتمنى لك الخير يا ابني. وقفلنا على كده. فانا بس بسالكم دلوقتي عشان انا مش فاهم حاجه ومش عارف اصدقه ولا عارف اكذبه برضه. الراجل ده فتح لي بيته وبيعاملني اكتر من ابنه وسهل عليا حاجات كتير الناس بتصعبها وشال من عليا كتير، والبنت كانت عجينه بشكلها زي ما انا عايز وكانت مريحاني في كل حاجه. كل كلامه دلوقتي ان اديله فرصه يشوفه شيخ وهي هتهدى. فيا ريت تنصحوني اعمل ايه.